واخيرا الحاجه اللي كنا مستنيينها بقالنا سنين رسميا. انسى بقى الكلام، امازون مصر بيفتح الباب لبرنامج التسويق بالعموله، وده اللي هيغير قواعد اللعبه تماما لاي حد نفسه يبدا يشتغل اونلاين ويحقق دخل عن طريق الانترنت. فاكرين لما كنا بنقعد نشرح ازاي تعمل حساب على امازون امريكا، وازاي تقدم الملف الضريبي، وازاي تروح تسوق منتجات لناس جوه امريكا، وازاي نحاول نعمل تيك توك امريكي علشان نقدر نوصل للناس دي؟ وعلشان تستلم الارباح كان لازم تفتح حساب في بنك عندهم هناك علشان تستقبل عليه الارباح وتحولها بعد كده البنك. ليله وعمليه معقده. بص بقى، انسى 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 كل الكلام ده نهائي. احنا دلوقتي داخلين على مرحله جديده رسميا. بقى دلوقتي انت هتشتغل جوه مصر، وهتسوق جوه مصر، وهتبيع جوه مصر، وهتستقبل ارباحك على الحساب البنكي بتاعك اللي انت فاتحه جوه مصر. بص عادي بقى، هنشتغل عادي، هنشتغل زي الناس اللي كانت بتشتغل بره، اللي هو الطبيعي منه السهل ده. الفيديو ده بقى انا مش هقول لك ان هو من اهم الفيديوهات بالنسبه لي، لا هو حرفيا اهم فيديو انا بنزله عندي على القناه دلوقتي. ركز بقى معايا كده اسطى، الله يكرمك، علشان هنقول كلام مهم. كوبايه الشاي المتينه بتاعت زمان دي، فاكرها اول ما فتحنا؟ هاتها وتعالى لي. بسم الله نبدا ويلا بينا. السلام عليكم اجمعين مشاهدين ومتابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. التسويق بالعموله على امازون مصر فعلا هي من اكتر الحاجات اللي انا كنت مستنيها بقالي سنين، ويمكن الناس اللي تابعت القناه هنا من الاول وتابعت السلسله بتاعت امازون امريكا من اولها هتحس قوي باللي انا بقوله ده. للاسف يعني كان في عقبات كتير جدا بنواجهها واحنا بنشتغل على امازون امريكا. يعني ازاي اسوق لناس تانية موجوده في حته تانية بتتكلم لغه تانية، اقنعهم ان هم يشتروا منتجات موجوده في بلد تانية. وطبعا كانت اكبر المشاكل اللي بتواجه الناس هي ازاي هستلم ارباحي من عند الناس اللي هناك دي. فكان لازم اروح افتح حساب في بنك عندهم هناك، يكون بنك وسيط استلم عليه الارباح، بعد كده احولها البنك عندنا في مصر هنا. وطبعا التحويل ده عليه خصومات وعمولات، والتحويل ده عليه خصومات وعمولات، ده لو اصلا عرفت افتح الحساب. ولكن انا وكتير غيري والله اشتغلنا واجتهدنا والحمد لله، يعني كان ربنا بيكرم. النهارده بقى بعد ما برنامج التسويق بالعموله اصبح متاح على امازون مصر، اقدر اقول لك كده وانا مستريح كده، جميع المشاكل اللي احنا كنا بنواجهها واحنا بنشتغل على امازون امريكا اتحلت بنسبه 100%. وان شاء الله يعني ربنا يقدرني هيكون في سلسله كامله لتسويق بالعموله على امازون مصر، مش مجرد فيديو كده عدى والسلام، لا ده احنا هنبدع بقى. وزي ما عملنا في السلسله اللي فاتت كده، ان شاء الله هاخدك من ايدك من الصفر لاول عموله تقدر تعملها، وكل حاجه هتتشرح بالخطوات العمليه الممله، انتوا عارفيني يعني. وبما اننا هنبدا سلسله جديده، فطبعا ما ينفعش ابداها وانا حاطط في دماغي ان اللي بيتفرج عليا دلوقتي كان متابعني من الاول وفاهم انا بقول ايه. وعشان كده خلينا نبدا في الموضوع من الاول سريعا كده للناس اللي لسه جديده معانا، والناس اللي مش جديده معانا يعني ومش حابه تسمع الكلام ده تاني، هتلاقيني مقسم لك الفيديو، ممكن تروح تنط على الشرح العملي على طول. بس لو حابب تقعد معانا ندردش مع بعض يعني ما فيش مشكله، خليك معانا. موقع امازون يا معلم يعتبر واحد من اكبر الاسواق الالكترونيه اللي موجوده في العالم، ان لم يكن اكبرهم بالفعل. ملايين المنتجات بتتباع على الموقع، مش هقول لك بقى في اليوم الواحد، لا، في الدقيقه الواحده. وعايز اقول لك بقى بمبالغ مرعبه بتوصل لمليارات الدولارات يوميا. يعني من الاخر عندنا سوق، وعندنا بضاعه، وعندنا ناس بتشتري، وعندنا فلوس رايحه جايه. طب ما ينوبناش ليه بقى من الحب جانب وناخد حته من التورته؟ وهنا بقى جه موقع امازون قال لك بس يا عم الحاج، انا هديك الفرصه ان انت تكون جزء من المنظومه دي، وجزء من عجله التجاره اللي عماله تدور جوه السوق ده. وقام عامل لنا برنامج اسمه التسويق بالعموله على موقع امازون، او امازون افيليت ماركتنج. وفكره البرنامج باختصار كده، هو بيقول لك انت عندك بضاعه من كل شكل ولون مرميه في الموقع، اختار منهم اللي يناسبك يا عم الحاج واللي انت بتحبه وسوقه بطريقتك، واي بيعه هتيجي من طرفك ليك فيها عموله. اذا انت مش محتاج ان انت يكون معاك بضاعه، مش محتاج ان انت يكون معاك راس مال، مش محتاج ان انت تكون مسؤول عن الشحن والتسليم، مش محتاج ان انت يكون عندك مخازن ولا كل الكلام ده. انت مجرد بس بتسوق منتجات وتاخد عمولتك من الاخر، يعني كده سمسار. وهو ده بقى اللي بيخلي برنامج التسويق بالعموله على امازون من احسن اشكال البيزنس اللي انت ممكن تبداها وانت على الله حكايتك، لا معاك فلوس ولا معاك راس مال ولا حيلتك حاجه، لسه جاي بتقول يا هادي. طب ازاي بقى يا عم احمد الموقع بيعرف ان البيعه دي جايه من طرفي؟ هقول لك يا عم الحاج. دلوقتي انت لما تخش على الموقع وتسجل زي ما هنشوف كمان شويه، هتاخد لينك خاص بيك انت. اللينك ده بتاعك انت بس، يعني اللينك بتاعك مختلف عن اللينك بتاعي، مختلف عن اللينك بتاع فلان والعلان وكل القصه دي. اللينك ده بتاعك انت، وهو ده اللي انت بتستخدمه في تسويق المنتجات.
اول ما العميل يخش على اللينك ده ويشتري المنتج سعادتك بتاخد العموله على الجهاز. طيب ازاي بقى هنسجل على الموقع، وازاي هنجيب اللينك بتاعنا، وازاي هنستلم الارباح، وازاي اصلا هنسوق المنتجات، وكل القصه الجميله دي؟ كل ده واكتر ان شاء الله هنعرفه في السلسله بتاعتنا اللي هنبداها النهارده. فعشان كده بقى تتاكد انك مشترك في القناه ومفعل زرار الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو من الفيديوهات اللي جايه، اديني قلت لك. ودلوقتي يلا بينا على الشرح العملي ونشوف ازاي هنسجل على برنامج التسويق بالعموله الخاص بامازون مصر. تعالى نبدا مع بعض كده واحده واحده ونقول بسم الله. هنروح نفتح همك جوجل، وفي شريط البحث زي ما احنا متعودين هنكتب امازون ايجيبت افيليت بروجرام. هتكتبها زي ما انا كاتبها كده بالظبط، واول موقع هيطلع عندك هتتوكل على الله وتدخل فيه. هيفتح لك الصفحه اللي قدامك دي، وزي ما انت شايف كده مكتوب برنامج شركاء امازون. ولو بصيت معايا هنا كده هتلاقي البلد اللي قدامك اهي منوره بعلم مصر. هنتوكل على الله وهندخل على كلمه التسجيل. اول حاجه هيطلبها منك ان انت تدخل الايميل بتاعك، اعتقد خطوه عاديه بدائيه ومنطقيه. وبعد كده هيطلب منك تدخل كلمه المرور، برضو خطوه عاديه وطبيعيه مفيش حاجه. بعد كده هيدخلنا على الصفحه دي اللي هنبدا نملى فيها بيانات الحساب بتاعنا على امازون. اقرا بقى معايا كده الملحوظه اللي هو كاتبها لك في وشك اول ما تدخل. بيقول لك ايه بقى؟ بليز نوت، يعني خلي بالك. بيقول لك you must provide a valid bank account in Egypt to receive payments. يعني انت لازم تدينا حساب بنكي مصري علشان تقدر تستلم الارباح بتاعتك. عارف احساس اللي هو لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه؟ اهو هو ده بقى. اللي مش عارف قيمه الجمله دي يا جماعه فايته كتير قوي والله. لو انت كنت شغال على امازون قبل كده، سواء امازون امريكا او اي حاجه تانية، او عندك اكونت على امازون عموما، هتلاقي الداتا بتاعتك متسجله على الموقع اول ما تدخل، العنوان ونمره التليفون وكل الكلام ده. او انك تنزل معايا كده بالصفحه شويه وتبدا تدخل بيانات جديده. اول خانه هنلاقيها عندنا هي بي نيم، وده اسم حضرتك عادي جدا، هتكتب اسمك. بعد كده بيانات العنوان بتاعتك وهتبدا تملاها في الخانات اللي قدامك دي. وفي الخانه الاولى هنا في العنوان هتكتب اسم الشارع او المنطقه اللي انت فيها، وفي الخانه الثانيه هنا هتكتب رقم المبنى او العماره، وهنيجي هنا بقى نكتب المدينه او المحافظه اللي احنا منها. وفي الخانه اللي بعد كده بيكون محتاج منك الرمز البريدي بتاع المنطقه اللي انت فيها، وده ممكن تجيبه عادي من على جوجل. هتدخل على جوجل تكتب الرمز البريدي لمنطقه كذا هيطلع لك. بعد كده هننزل شويه بالصفحه هتلاقيه يطلب منك رقم التليفون. هتكتب رقم التليفون عادي، وبعد كده هتلاقيه مديك سؤالين بيأكد بيهم البيانات بتاعتك اللي انت كتبتها. هتسيب الاجابات اللي محطوطه دي كده زي ما هي، ما تغيرش فيها حاجه، وبعد كده هتدوس نيكست. هيحولنا بعد كده على صفحه السوشيال ميديا. والصفحه دي كده باختصار، لو انت كان عندك اي صفحات او مواقع او مدونات بتشتغل عليها وبتسوق، هتحطها في الصفحه دي. طب لو ما عندكش، وده حال معظم الناس يعني، هتحط اكونتات السوشيال ميديا بتاعتك عادي. هتحط الفيسبوك، الانستجرام، التيك توك وكل الكلام ده. ممكن تحطهم كلهم وممكن تحط منهم حاجه واحده عادي، مش هتفرق. انا عن نفسي اهو قدامك هبدا احط لينكات الصفحات بتاعتي. واول حاجه هبدا بيها قدامك اهو لينك قناه اليوتيوب بتاعتي. هناخد اللينك بتاعها كوبي ونروح على امازون نحطه بيست ونعمل اد. وبعدين اكونت التيك توك بنفس الطريقه كده، هناخد اللينك وبعد كده نروح على امازون نعمل له اد. وبعد كده اكونت الانستجرام برضو بنفس الطريقه. بعد كده هندوس على نيكست. هيطلع لك السؤال اللي انت شايفه قدامك ده، بيقول لك هل اي من المواقع او الصفحات اللي انت حطيتها فوق دي فيها حاجات ما تنفعش للاطفال؟ طبعا هنقول له لا يا عم حد الله، نو ما عندناش. هيدخلنا على الصفحه اللي بعد كده، واستكمالا للبيانات بتاعتنا هيطلب منك الاي دي او اسم يكون خاص بيك على الموقع ما يتكررش. هو هنا مش عايز اسمك، هو هنا عايز اسم ليك او اي دي يكون ليك على الموقع وما يكونش متكرر. عامل بالظبط زي فكره الايميل، يعني لما تيجي تعمل ايميل كده وتقعد تدور على اسم ما يكونش متكرر مع حد تاني وتحط اندرسكور بقى وارقام ومش عارف، نفس القصه كده بالظبط. هتحاول تكتب اسم ليك على الموقع ما يكونش متكرر. وبعدين بيسالك سؤال وبيقول لك طب انت الصفحات بتاعتك اللي انت اديتها لنا دي بتقدم ايه؟ فاحنا مش هنرغي كتير في الحته دي وهنرد عليه رد مختصر كده مفيد. سوشيال ميديا كونتنت، اللي هو ايه؟ هو كده، انا بقدم سوشيال ميديا ما تصدعنيش. فبيسالنا تاني بيقول لنا طب الصفحات دي نوعها ايه؟ يعني ما فهمتش منك، قول لي نوعها ايه. فانا برضو هرد عليه نفس الرد وهقول له كونتنت، مش هريحه. بعد كده بيقول لك طب يا عم انت سمعت عننا فين ولا جيت لنا منين؟ فاحنا هنختار حاجه بسيطه، هنقول له اونلاين سيرش. قعدت ادور كده لحد ما لقيتكم. وبعدين هنوافق على الشروط والاحكام وندوس على فينيش. بعد كده هيجيب لك فزوره صغيره كده على الشاشه قدامك علشان يتاكد ان انت بني ادم مش روبوت. فهتحلها وتكمل عادي، ومش هعرف اعمل لك بقى فيها حاجه دي، انت هتحاول تتشقلب وتحلها عشان دي هتبقى مختلفه ما بين اللي عندي واللي عندك، فاتصرف بقى. بعد كده شكرا ومبروك، انت دلوقتي سجلت في برنامج التسويق بالعموله الخاص بامازون مصر. هنا بس في معلومه صغيره كده بيديها لك من على طرف المعلقه، وبيقول لك ان انت لو ما عرفتش تبيع اي بيعه
خلال 180 يوم او 6 شهور يعني الاكونت بتاعك هيتقفل. وان شاء الله يعني ده ما يحصلش معانا ونبيع كلنا وننبسط، بس يعني حتى لو حصل ما احنا هنعمل اكونت تاني، احنا هنغلب. هتلاقيه بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ enter your payment and tax information. يلا بينا بقى نشوف البيمنت والتاكس والحاجات الحلوه دي. هتلاقيه بعد كده بيقول لك علشان تكمل وتروح على الصفحات اللي جايه لازم تتاكد الاول من شخصيتك، علشان الصفحات اللي جايه صفحات حساسه شويه يعني فيها فلوس وحسابات بنكيه والدنيا دي، فاحنا لازم نبعت لك او تي بي على التليفون بتاعك علشان نتاكد منك. مفيش مشكله خالص يا عم الحاج، هندخل رقم الاو تي بي اللي هيوصلك على التليفون ونكمل. واول حاجه هيدخلنا عليها هي بيانات الدفع، وهتلاقي عندك اختيار واحد بس هو اللي موجود في طرق الدفع، وهو التحويل البنكي. وبيديك معلومه كده وبيقول لك ان هو الحد الادنى للتحويل 50 جنيه. هندوس على الاختيار الوحيد اللي عندنا ده علشان نبدا ندخل بيانات الدفع بتاعتنا. اول خانتين عندنا هو بيبقى كاتبهم اوتوماتيك ما فيهمش اي تغيير، اللي هو الدوله بتاعت البنك وعمله التحويل هم كده كده حاططهم ما فيهمش تغيير. بعد كده بيطلب منك اسمك اللي متسجل في البنك او اسم صاحب الحساب، وهنا هتكتب اسمك زي ما هو في البطاقه بالكامل. وبعدين بيطلب منك رقم الحساب بتاعك، طبعا دي معلومات شخصيه انت اكيد عارف رقم حسابك، فهتتفضل مشكورا تكتبه هنا. في الخانه اللي جنبها هتاكد الحساب مره تانية وهتكتب الحساب تاني. بعد كده هتلاقي عندك خانه اسمها بيك، والبيك ده هو السويفت كود بتاع البنك بتاعك. طب السويفت كود ده هنجيبه منين يا عم احمد؟ بسيطه وسهله يعني، هتروح على عمك جوجل وهتكتب عايز السويفت كود لبنك كذا، هتلاقيه طالع لك في وشك على طول كده. هتاخده كوبي من على جوجل وهنروح على امازون في خانه البيك نحطه بيست، وبعدين نقول له سبميت علشان نكمل في اللي بعد كده. الصفحه دي بقى هي صفحه الاعدادات بتاعت الحساب بتاعك، وهتلاقي هنا مكتوب لو بصيت معايا في خانه الاعدادات الضريبيه incomplete يعني غير مكتمل. هندوس عليها هنا كده علشان ندخل نكملها. اول سؤال بيساله لك انت تصنيفك ايه، يعني انت شخص ولا شركه؟ طبعا احنا هنختار individual يعني شخص. وبعدين بيطلب منك الاسم القانوني ليك، فانت لو كنت شركه هتكتب اسم الشركه معروفه، بس احنا مالناش دعوه بالقصه دي. فانت دلوقتي شخص هتكتب اسمك بالكامل زي ما هو في البطاقه. هتلاقي بعد كده معظم البيانات هو مدخلها لك تلقائي بناء على البيانات اللي انت كنت بتدخلها في الاول وانت بتعمل الحساب. بعد كده بيسالك ويقول لك انت معاك بطاقه ضريبيه؟ فلا والله ما عنديش. طب حتى معاك بطاقه رقم قومي يا جدع، يعني اي حاجه مش كده؟ اقول له لا دي تمام معانا وموجوده. وبعدين هنكتب الرقم القومي بتاعنا في الخانه اللي قدامك دي، وبعدين هتنزل تحت بالصفحه كده وفي الخانه دي تكتب اسمك علشان تقر بصحه البيانات اللي انت دخلتها. واستكمالا بقى للبيانات بتاعتنا اللي احنا دخلناها على الموقع، للاسف يعني مضطرين هنرفع صوره البطاقه بتاعتنا على الموقع علشان يتحقق من شخصيتك. هتحتاج طبعا انت تكون مصور البطاقه بتاعتك صوره واضحه ومجهزها كده على اللابتوب بتاعك علشان ايه ترفعها على طول. ولما هنرجع تاني للصفحه بتاعه الاعدادات هتلاقي حاله الملف الضريبي اتحولت من incomplete الى submitted. تعال لي بقى كده فوق على الاربع شرط اللي هنا دول وهندوس عليهم. بعد كده هندوس على هوم علشان نروح على الداشبورد بتاعتنا. وما تتخضش لما تشوف الرساله اللي بالاحمر اللي قدامك دي، هتختفي لوحدها بعد ما يتم مراجعه الملف الضريبي. الصفحه بقى اللي قدامك دي هي الداشبورد، ودي اللي انت هتراجع عليها ارقامك ومبيعاتك وفلوسك وتحويلاتك ودنيتك كلها. وحرفيا انت هتبقى بايت في الصفحه دي 24 ساعه، يعني لو ربنا كرمك واشتغلت يعني اسالني انا. وتعالى بقى نشوف كده احنا الدنيا معانا اشتغلت وظبطت ولا لسه. هنروح على عمك جوجل وهنكتب في شريط البحث امازون مصر ونتكل على الله. واول ما هتدخل على الموقع هتلاقي الشريط اللي فوق ده ظهر معاك، وهو ده شريط التسويق بالعموله اللي احنا هنشتغل عليه. كده تمام و100 فل و14 اشتغلت يا معلم. تعالى بقى ادخل معايا كده على اي منتج يعجبك، اي منتج انت حابب تشتغل عليه، وليكن مثلا السماعه اللطيفه الظريفه دي. هتطلع فوق على شريط التسويق بالعموله وهتدوس على احصل على الرابط، وبعد كده هندوس على كلمه نسخ الرابط. وبكده احنا خدنا كوبي لللينك بتاعنا اللي احنا هنشتغل بيه وهنسوق وهنبيع بيه، واللي ان شاء الله يعني لما تتم البيعه الموقع هيعرف ان العميل ده جاي من طرفي انا علشان داخل على اللينك اللي انا مديهوله. تمام، احنا بقى الدنيا معانا لحد كده. ارجع لي تاني على الاستوديو. طيب كده احنا عرفنا ازاي نسجل على برنامج التسويق بالعموله في امازون مصر، وعرفنا ازاي نقدم الملف الضريبي، وازاي نسجل حساب البنك بتاعنا علشان ان شاء الله نستلم عليه الارباح. الفيديوهات اللي جايه بقى ان شاء الله هيكون فيها الشغل العملي اللي بجد، عشان كده ما ينفعش تفوتك باي حال من الاحوال. هنتعلم ازاي نختار المنتج وازاي نسوق وازاي بقى نعمل فيديوهات وصور للمنتجات بتاعتنا. طبعا الموضوع هيبقى اسهل بقى من قبل كده بكتير، دلوقتي في AI والذكاء الصناعي والدنيا بقت مهلبيه. فهنتعلم كل الكلام ده مع بعض ان شاء الله، وازاي نحط المنتجات بتاعتنا على السوشيال ميديا وكل الكلام ده. عشان كده باكد عليك تاني ما ينفعش تفوتك الفيديوهات باي حال من الاحوال. انت حر بقى، شوف انا قلت لك الكلمه كام مره. وبس كده يا معلم، ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو عجبك انزل تحت دوس لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه
انزل اشترك دلوقتي وفعل زرار الجرس عشان تفضل دايما معانا على التراك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.